السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام العجمي من شركة جولد بيل. إيه اللي بيحصل في سوق الذهب؟ الأيام الأخيرة شفنا أسعار الذهب بترتفع بمستويات قياسية، كل يوم تقريبا في مستويات هامة كانت بتخترق، وسعر الذهب عيار 21 حاليا اخترق مستويات ال 2600 وأصبحت المستهدفات عند ال 2700. طيب، إيه اللي خلى الذهب يرتفع بالشكل ده؟ احنا قلنا قبل كده ان في 3 عوامل رئيسيه بتاثر على سعر الذهب. العامل الاول هو سعر الأونصة العالميه، ولو جينا هنشوف الأونصة هنلاقي ان تحركاتها خلال الاسبوع دوت كان شبه مستقره فوق مستويات ال 1970، بل وحصل تصحيح سلبي على الأونصة وصلها لمستويات ال 1953، ولكن ارتدت بسرعه من المستوى ده وعادت تاني فوق مستويات ال 1970. يبقى اذا مفيش دعم من الأونصة في السوق او سعر الأونصة في السوق العالمي. العامل الثاني هو العرض والطلب والسيولة النقدية. طيب، العرض حاليا في الذهب مش هقول ان هو عرض قوي، هو عرض متوسط الى ضعيف، وده بسبب ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين. فبالتالي مفيش دعم للذهب بمشتريات بمستوى عالي خلال الفترة الحالية. في المقابل المعروض من الذهب مش هقول فيه وفرة، بس هقول فيه توازن. طبعا مبادرة زيرو جمارك دخلت ما يقرب ال 2 طن من الذهب من بداية المبادرة في مايو اللي فات لحد نهاية شهر سبتمبر. في كمان توقعات قوية بتقول إن يعني هيتم مد المبادرة ل6 شهور كمان، فبالتالي هتنتهي في مايو 2024. يبقى إذا في حاليا توازن، في بالانس بين العرض والطلب في سوق الذهب، وبالتالي مفيش دعم من العامل ده. هيتبقى لنا العامل الثالث وهو السبب الرئيسي في اللي بنشوفه دلوقتي في سوق الذهب، وهو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي. الايام الاخيره شهدت مستويات قياسيه او تاريخيه للدولار في السوق الموازي، وده طبعا احنا عارفين ان الذهب بيتسعر بسعر الدولار في السوق السوداء او السوق الموازيه، وبالتالي ارتفعت اسعار الذهب بسبب قوه الدولار حاليا. طيب، في اسباب كتير وراء ارتفاع الدولار في السوق الموازي، هنقول اهمهم. عندنا السبب الاول هي تخفيض التصنيف الائتماني من وكاله موديز في بدايه الشهر، ووكاله ستاندر اند بورز الاسبوع اللي فات، ولسه كمان منتظرين تصنيف وكاله فيتش، وده هيكون ممكن الاسبوع اللي جاي. وبرضه في توقعات انها حذو الوكالتين التانيين، يعني هتخفض برضه تصنيف مصر. الحاجة التانية كانت تصريحات وزير المالية المصري وتصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي، اللي في الغالب بتشير إن التعويم ممكن يحصل قبل نهاية العام. العامل الثالث معانا هو تحرك أو قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتخفيض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للتعاملات الخارجية. ده طبعا تسبب ان في فئات جديده دخلت السوق الموازيه بتبحث عن الدولار، زي الافراد، عدد كبير من الافراد وعدد كمان من الشركات اللي بتتعامل على خدمات خارج مصر، وبالتالي ما عادش ليها بديل توفر بيه الدولار غير عن طريق السوق الموازيه، فالطلب تزايد بشكل كبير. ما عندنا كمان العامل الرابع هو هنقول تزايد الوسطاء في سوق الدولار الموازيه، بمعنى ان الطلب لما زاد بدات الناس اللي معاها دولار او اللي بتقدر تحصل على الدولار بشكل او باخر بتجيبه بسعر وترجع تزود عليه عشان تبيعه للناس، فبالتالي ده تسبب في نوع من المضاربات اللي تسببت في ارتفاعات زياده في سعر الدولار في السوق الموازي. طيب، هل الذهب هيكمل ارتفاع ولا هو كده خلاص وحان وقت الهبوط؟ في الحقيقة مفيش أي حاجة قدامنا تقدر تقول لنا إن الذهب هينزل حاليا. كل الأوضاع بتدعم ارتفاع الذهب بشكل أو بآخر، سواء في السوق المحلي أو في السوق العالمي. فحاليا هنتكلم على مستهدفات ال 2700، يعني لغاية لما عامل من العوامل دي يبدأ يتغير ويبدأ نشوف تصحيح قوي في الذهب. طيب، أنت دلوقتي تقدر تتعامل مع السوق إزاي؟ خلينا هنقرر اللي قلناه دايما: ما تشتريش والسوق بيطلع. كل طلوع للذهب بيقابله تراجع، التراجع ده ممكن يكون متوسط، ممكن يكون تراجع طفيف هنسميه تصحيح. هي دي فرصتك ان انت تدخل تشتري في التصحيح دوت. يبقى ما تشتريش والسوق بيطلع، استنى لما السوق يريح شوية، يجمع زخم، يحصل نوع من التصحيح السلبي، وتشتري عند المستويات دي. فهو السوق بيديك فرصة ان انت تشتري من مستوى افضل شوية من اعلى قمة هو سجلها. اتمنى لحضراتكم التوفيق باذن الله. شكرا لكم.